السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن رغبته في تأجيل موعد بطولة كأس إفريقيا 2025 والتي كان من المقرر إقامتها في فصل الشتاء في جانفيا، ويرغب الاتحاد المغربي في إقامة البطولة في فصل الصيف، وذلك لعدة أسباب، منها عدم جاهزية ملاعب ومنشآت المغرب لاستضافة البطولة في فصل الشتاء، ارتباطات المنتخبات والأندية الإفريقية في فصل الشتاء، ولكن لم يصدر أي قرار رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بشأن تأجيل موعد البطولة. وأكدت تقارير إعلامية أن الكاف ستعقد اجتماعا لمكتبها التنفيذي في أقرب وقت ممكن لاتخاذ القرار النهائي بشأن موعد البطولة. وتشير التوقعات إلى أن الكاف ستعلن عن موعد البطولة بشكل رسمي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.